وهؤلاء أبنائنا ما عمرهم تكلموا على هذه الفرق المنحرفة التي تقف في وجه عقيدة السلف المستمدة من الكتاب والسنة، بس جودهم في اخوان. يعني هم من أعظم المدافعين عن هذا البلد ضد الطوائف المنحرفة، ولذلك بعضهم نال من أذى الشيخ حايض الآن. يسرني في هذا اللقاء شاكرا لكم دكتور عبد العزيز هذه الفرصة، والتي أعتبرها خط ومفصل في تاريخ الحوار الفكري، ومع رمز من رموز إخواننا الشيعة دكتور حسن فضيلة الشيخ الدكتور موسى الصفار. بل ونحن قد مررنا بمرور 100 عام المئوية الماضية، والحمد لله رب العالمين لم يمر ببلادنا بيننا وبين إخواننا الشيعة لا نلحظه من اضطهاد للسنة في إيران أو نلحظه في هذه. أحسن الله إليكم. هذا يقول بعض الدعاة وطلبة العلم يقولون عند التحدث عن الشيعة والرافضة إنهم إخواننا، هل يجوز أن نقول ذلك، وما الواجب في ذلك إن لم يصل؟ نبرأ إلى الله منهم ونبرأ إلى الله من هذا القول. ليسوا إخواننا، والله ليسوا إخواننا، بل هم إخوان الشيطان، لأنهم يسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق، ويكفرون أبا بكر وعمر ويلعنونهما، ويكفرون الصحابة عموما إلا أهل البيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع أنهم هم أعدى علي بن أبي طالب. علي يبرأ منهم عليه رضي الله عنه، بريء منهم. علي إمامنا وليس إمامهم، إمام أهل السنة وليس إمام الرافضة الخبثاء، فنحن نبرأ إلى الله منهم وليسوا إخواننا. ومن قال إنهم إخوان فليتب إلى الله ويستغفر الله، والله جل وعلا أوجب علينا البراءة من أهل الضلال وموالاة أهل الإيمان. صحيح ما نتعاون مع أهل الباطل، ما نتعاون مع الفرق الضالة أبدا، إنما نتعاون مع إخواننا المستقيمين على طاعة الله وعلى المنهج السليم، تعاون معهم. أما المنحرفون والضالون المخالفون لأهل السنة والجماعة فلا نتعاون معهم، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان تبرير لما هم عليه. نعم. وبعدين ما ينفعوننا، اللي يقولون اللي ما هو على دينك ما يعينك، هذا مثل هو صحيح، اللي ما هو على دينك ما يعينك. نعم. من هو سيد العلماء عندنا هنا ما أكبرهم؟ سماحة المفتي والشيخ صالح الوزان، الشيخ صالح بن الحدان، كل هؤلاء براء من هذا ويأتينا الإخوان المسلمون، فنحن نقول كل المسلمين إخوة. فماذا يريد أولئك؟ إن كانت الأخوة مبنية على الكتاب والسنة فكل مسلم عبد الله واتقاه واستقام على شرعه هو أخ لنا في ذات الله. كل مسلم عمل بشرع الله فهو أخونا، قريب كان لنا أو بعيد، معنا أو بخارج بلادنا. نحن نحب كل مسلم تمسك بالكتاب والسنة وعمل بما عليه سلف الأمة. أما أن نجعل من الإخوان يعني رمز لأمور أخرى وانقسامات أخرى وأفكار ومبادئ غريبة علينا، فهذا الفكر نحن نرفضه ولا نرفضه. يقول أحسن الله عليكم، انتشرت في مواقع الإنترنت فتوى لكم حول جماعة الإخوان المسلمين وأنهم من أهل السنة والجماعة، فهل هذا صحيح؟ أنا رددت على هذا، لكن ما يقبلون اللي عليهم،
ولا أنا رددت على هذا في حينه وقلت أنا أتبرأ من منهج الإخوان المسلمين وبينت منهجهم في نفس الرد، لكن ما ينشرون اللي عليهم. نعم. كثرت الأسئلة فضيلة الشيخ عن بعض الجماعات في جماعة التبليغ من الإخوان، وهل هم من أصحاب المنهج الصحيحة؟ لا، الإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة، فإن جميع الجماعات والتسميات ليس لها أصل في سلف هذه الأمة، وأول جماعة وجدت وحملت الاسم جماعة الشيعة تسموا بالشيعة، وأما الخوارج فما كانوا يسمون أنفسهم إلا بأنهم مؤمنون، كما قال منهم: فألفى مؤمن فيما زعمتم ويقتلكم 40 إلى أن كذبتم ولكن الخوارج مؤمنون. فهم لا يسمون أنفسهم طائفة، وإنما سمي حرورية لأن تجمعهم واعتصامهم كان في حرورة.